تستمعون الآن إلى برنامج قضايا إريتريا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكمل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الأكارم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. اليوم سنتناول موضوعا هاما حول قضايا إريتريا، وهو موضوع دخول الإسلام، وسنتطرق أيضا تحت هذا الموضوع متى دخل الإسلام في إريتريا، وما هي أوضاع المؤسسات الإسلامية حاليا، وما مستوى تمسك المسلمين في دينهم في إريتريا، وكيف يمرون وفي أي مربع هم حاليا، وما هي أوضاع العلماء والدعاة في داخل إريتريا وخارجها أيضا، وما دور رابطة علماء إريتريا. مستمعي الأكارم، سنناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا في هذه الحلقة. ضيفي في هذه الحلقة في الاستوديو هو الدكتور حسن سلمان، الباحث في القرن الإفريقي، وعبر الهاتف وبرنامج الزوم سيكون معنا أيضا فضيلة الشيخ محمد عبد الله من الرياض، وكذلك فضيلة الشيخ عبد العليم. أهلا باسمكم جميعا، نرحب بهؤلاء المشايخ وأهلا وسهلا بكم. مستمعي الأكارم، نتابع هذه الحلقة، ومن يريد أن يتابع معنا ويتواصل عبر الرقم 004747943831 عبر الواتساب. أعيد وأكرر الرقم 004447933831 الظاهر على الشاشة أيضا. أهلا وسهلا بكم. دكتور حسن، نجدد ترحيب بكم في هذه الحلقة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لحسن القول والعمل. متى دخل الإسلام في إريتريا؟ ونبذة مختصرة عن انتشار الإسلام في إريتريا، وكيف تمسك المسلمون في إريتريا بدينهم، وحول هذا باختصار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية للمشاهدين والمستمعين الكرام. وبالنسبة لمسألة دخول الإسلام إلى إريتريا أو إلى منطقة الحبشة بشكل عام، مرتبط بالسنة الخامسة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ارتبط بتاريخ السنة الخامسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقريبا في الهجرة التي كانت إلى الحبشة. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل عليه الضغط وعلى أصحابه في مكة المكرمة وعذبوا ونكل بهم، كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على أن المنطقة الأنسب لهجرة أصحابه هي منطقة الحبشة، لقوله عليه الصلاة والسلام: اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق. فكان الذهاب إلى الحبشة لوجود قراءة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن بها ملك، هذا الملك لا يظلم عنده أحد. وقضية توفر العدل على الأقل في حده الأدنى، في ألا يكون الإنسان يفتن في دينه وفي عرضه وفي نفسه، هو العلة الرئيسية التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أصحابه إلى ذلك. وبالتالي نقطة البداية في دخول الإسلام، على الأقل بغض النظر عن اعتقاد أهل الحبشة بعد ذلك له من عدمه، لكن نقطة البداية هي السنة الخامسة من هجرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو تاريخ قديم جدا من حيث دخول الإسلام، أي سماع على الأقل أهل الحبشة للإسلام، وسماع القساوسة لدعوة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحوار الذي حصل على كل. إذن الحبشة من حيث وصول الإسلام وسماع الإسلام لا تعتبر هذه نقطة البداية. طيب، من هم الحبشة؟ من هم الحبشة؟ هنا الأمر حقيقة نحتاج نحدد. اللفظ الحبشة يطلق على من؟ هل يطلق على جيبوتي مثلا والصومال، أو فقط هو محصور على أثيوبيا؟ لا، هي طبعا لفظ الحبشة تاريخيا كان يتسع أحيانا ويضيق أحيانا، لكن مركز المسمى كان شمال أثيوبيا
وإريتريا الحالية. هذه كانت لا تخرج هذه المنطقة على الأقل عن مسمى الحبشة، لكنها تتسع أحيانا فتشمل شيء من الأراضي السودانية الحالية، وتشمل جيبوتي، وتشمل السواحل الصومالية أحيانا، ثم أحيانا أخرى تضيق وتكون مثلا في المنطقة. لكن لو اعتبرنا دولة أكسوم التاريخية هي تقريبا شمال إثيوبيا وإريتريا على الأقل، أو جزء كبير من إريتريا الراهنة دائما نحن. لكن المسمى طبعا مسمى الحبشة كحبشة طبعا هذه قضية تاريخية، قبيلة حبشات اليمنية وكيف انتقلت إلى المنطقة وتمددت هناك، فهنالك تداخل ما بين كلمة حبشات أو كلمة حبشة في أثيوبيا وكلمة حبشات في اليمن. هنالك طبعا تداخل ما بين الشعبين في اليمن، فأحيانا حكام إثيوبيا حكام الحبشة كانوا يحكمون اليمن، وأحيانا يهاجر أيضا سكان اليمن عندما تحصل لهم النكبات إلى أثيوبيا، فالمنطقة عموما فيها تداخل. أما بالنسبة لمسألة دخول الإسلام بعد الهجرة الأولى على الأقل، قد لا تسعفنا الآن الوثائق التاريخية عن حجم انتشار الإسلام في فترة الصحابة على وجه التحديد. بالضبط، هذا الذي كنت أريد أن أوجه إليكم سؤال. لا نجد حقيقة مصادر تنص على أن المسلمين في إريتريا دخلوا الإسلام في هجرة الصحابة في السنة البعثة، في السنة الخامسة من البعثة التي أشرتم إليها. صحيح. لماذا؟ السبب في ذلك هو قلة التوثيق حقيقة على الأقل بالنسبة للحالة الإسلامية في المنطقة، وجزء كبير منها حتى بعد انتشار الإسلام كان السطوة بشكل كبير كانت للنصارى فيها، حتى بعد إعلان ملكها للإسلام ظلت على الأقل سطوة النصارى كسلطة سياسية تقريبا مهيمنة فيها كانت الكنيسة ورجالات الكنيسة، وبالتالي لم تكن هنالك حالات توثيقية على الأقل. لكن لو أردنا أن ننظر إلى الصحابة، هذا العدد الكبير الذي يكاد يصل إلى 120 شخص تقريبا ما بين رجال ونساء وولدان، هذا العدد لو أنك اليوم داعية بسيط قلت له أجلس في المنطقة الفلانية 15 سنة ينتج لك بطبيعة الحال حالة كبيرة، فما بالك بصحابة بينهم عثمان بن عفان، جعفر بن أبي طالب، يعني رجالات الدعوة الإسلامية الأول. لكن يبدو على الأقل ما خلفه الصحابة هو حالات فردية، يمكن أن نقول بأنها كانت حالات فردية، واستشهد على ذلك بأن جزء من هؤلاء الصحابة لما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عاد معهم بعض الأحباش، ذهبوا معهم إلى هناك، مما يدل على أن هؤلاء الذين ذهبوا كانوا على الإسلام. ثم أيضا النجاشي بعث مع عودة جعفر بعث ابن أخيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام. أيضا بعث مجموعة تصل أحيانا مسلما، بعثه مسلما، يقال أنه بعثه مسلما. وقبلها كان أيضا النجاشي بعث مجموعة من القساوسة وعلمائه للتثبت من واقع النبي ودعوته وكلامه، وعلى كل أن المؤرخين يتكلموا أيضا في هذا الجانب. فالشاهد بأن النجاشي كان مهتم على مستوى وجوده هو كشخص في السلطة، وكان يبدو أيضا الصحابة رضوان الله عليهم أثروا، لكن هذا التأثير لم يكن بمستوى أن يحدث على الأقل ظاهرة ملفتة في طيب إذا نقول أن الإسلام دخل إريتريا في وقت مبكر. دخل في وقت مبكر، نعم. وقت مبكر. طيب نعم. ما جهود الصوفية في انتشار الصوفية؟ دعني بس حتى قبل مجيء الصوفية حتى على الأقل تكتمل الصورة. هذا على مستوى الصحابة. سنة 84 أو 83 على وجه سنة 20 تقريبا في فترة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جرد عمر بن الخطاب سرية نحو الحبشة، وكان على رأسها أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن سبحان الله هذه السرية قتل تقريبا معظم أفرادها بما فيهم قائد السرية تقريبا علقمة المدلجي قتل. فبعد ذلك آثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يبعث شخصا آخر. ثم دخل بعد ذلك عثمان بن عفان لما بدأ البجة الذين هم كانوا أيضا جزء ممتدين نحو جزء من الأراضي الإريترية. هنا أيضا حصلت نوع من المناوشات ما بين البجة وما بين أمير عثمان بن عفان اللي هو عبد الله بن أبي السرح، وحصلت اتفاقية. ثم أيضا توالت على كل المسألة هذه إلى أن وصلنا تقريبا في العهد الأموي سنة 80 أول تقريبا يعني تجريدة قتالية تنتصر على الأراضي الساحلية، خاصة منطقة مصوع ومنطقة جزر دهلك سنة 80 تقريبا للهجرة. هنالك بنية القلاع الإسلامية. إذا أنت في القرن الأول حصلت بناء لوجود على الأقل الآن وجود مرسم، وجود بمعنى الدولة بدأت تتمدد، الدولة الإسلامية كوجود تمددت على السواحل الإريترية، وصلت أقصى مداها في المراحل الأولى في الدولة الأموية والدولة العباسية تقريبا فترة المأمون. دخل معظم البجا ومعظم السواحل الإريترية دخلت تحت الدولة العباسية. إذا أنت
في التاريخ الإسلامي الأول حصل تمدد دعوي، وحصل كذلك تمدد تقريبا يعني تمدد دعوي. ويبدو ما ذكرته في القضية الأولى أن المسألة كانت ماخذ البعد الفردي، لما أجرى الأمويون والعباسيون مفاوضات مع البجة، كان ضمن هذه الاتفاقيات التي وقعت مع البجة عدم المساس بمساجد المسلمين، عدم المساس بمساجد المسلمين، مما يدل على أن حتى لو كان البجة ليسوا مسلمين وقياداتهم ورؤوسهم ليسوا مسلمين، لكن واضح أن المجتمع فيه حركة حركة دعوة وبناء مساجد وتواجد على الأقل للمسلمين، مما يعني الدولة اهتمت بهذا الأمر وبدأت على الأقل تحميهم من ناحية لكن في كل هذه الفترة حقيقة لم تم سطر كتب التاريخ بوجود مثلا يعني مجموعات من المسلمين في إريتريا. يعني ما سبب ذلك؟ هل معنى أن الهمم لا تهتم تصل لكتابة وتاريخ الوضع الإريتري؟ لا، هو يعني أنا أعتقد الآن عندك من تاريخ سنة 80 اعتبر أنت التاريخ فيه تدوينات، فيه بعض التدوينات، وكثير من المؤرخين كتبوا عن هذه المسألة. حتى الإيطاليين لما دخلوا كتبوا عما كان قبلهم مثلا من وجود إسلامي، وكيف كانت، حتى بعض الإيطاليين كتب عن نساء المسلمين كيف كانوا يتعاملون، ونساء النصارى كيف كانوا كذا. الإيطاليين نفسهم حاولوا الخصائص في المرأة المسلمة وخصائص المرأة غير المسلمة. يعني كان مثلا يقول المرأة غير المسلمة تخرج إلينا وتنظر إلينا وتبتسم في وجوهنا، والمرأة المسلمة كانت محتجبة ومنتقبة وتختبئ. ولا يعني واضح أن التباين الثقافي بين المكونات الدينية في داخل الحالة الإريترية كانت موجودة بشكل. ثم أيضا لا تنسى دول الطراز الإسلامي في فترة من فترات أيضا اتسعت في هذه المنطقة. دعني الآن أنتقل إلى فضيلة الشيخ محمد عبد الله. شيخ محمد، استمعتم لكلام الدكتور حسن سلمان في ذكر بداية دخول الإسلام لإريتريا، ما تعليقكم فيما قاله وماذا تضيفون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أولا أشكر إذاعة راديو سلام على هذه الاستضافة الطيبة المباركة. ثم إذا دخلنا في هذا الموضوع، وكما أسلفنا آنفا أن موضوع دخول الإسلام في إريتريا أو في منطقة الحبشة على وجه العموم، هذا الأمر يبدو أنه يعني لم يأخذ يعني حقه من التدوين ومن التوثيق. الشيء الذي نريد أن نقوله في هذا المقام، ذكر أخونا الدكتور حسن سلمان أن الإسلام دخل في بلاد الحبشة، أو البذرة الأولى لدخول الإسلام في بلاد الحبشة كانت هي مع دخول الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم حينما دخلوا إلى بلاد الحبشة. هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم لا شك ولا ريب أنه من باب إحسان الظن بهم أنهم لا يمكن أن يقيموا على مدار 12 عاما في هذه المنطقة ولا يكن لهم إسهامات في نشر الإسلام ولو بشكل محدود. الشيء الغريب العجيب الذي كنت يعني أفكر فيه قبل قليل والدكتور حسن يتكلم في هذا الموضوع، رغم أهمية منطقة الحبشة ورغم أنها كانت مهاجر الصحابة رضي الله عنهم الهجرة الأولى والهجرة الثانية، إلا أنها لم تأخذ حظها من العناية بإرسال البعوث لنشر الإسلام، وكما فعل في بقية البلاد حتى على مستوى الغزوات، وكأنه كانت هناك يعني مناوشات خفيفة بشكل محدود. فهذا الأمر يعني يستغرب له، وكأنه والله أعلم وكأن الأمر هذا ترك لأهل الحبشة أن يكون يعني أن يعول على قلوبهم اللينة الطيبة أنها ستتقبل هذا الدين وأنها ستتشربه ولو بعد حين. فبالتالي لا نرى تلك العناية التي عنيت ببلاد الشام وما شابه، حتى بلاد ما وراء البحرين عني بها عناية فائقة حتى دخلها الإسلام من أوسع أبوابه. ولكن أنا أتوقع الشيخ محمد عبد الله جزاك الله خير على هذه اللفتة الطيبة، أتوقع أن سبب ذلك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركوا الترك ما تركوكم ودعوا الحبشة ما ودعوكم.
ودعوا الحبشة ما ودعوكم. فالصحابة رضوان الله عليهم تركوا الحبشة ولم يتوجهوا إليها عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا لعل ذلك كذلك يعني وفاء للحبشة، لأنهم استقبلوا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلوهم ودافعوا عنهم وكانوا عادلين. فالتاريخ ولله الحمد لا يذكر أي هجوم إسلامي على أرض الحبشة ولو كانوا على النصارى. لعل ذلك هو الإشارة. ما قولكم في هذا؟ هل توافقونني على هذا الرأي؟ هو هذا الأمر يكون وارد، لكن أنا يعني أنظر من المنظور السلمي في الدعوة إلى الله عز وجل في بلاد الحبشة. نعم ندعو الحبشة من ناحية القتال ومن ناحية الغزوات، ولكن من ناحية الدعوة الإسلامية ولا ريب أن ملك الحبشة تقبل الإسلام وتقبل المسلمين، على أقل تقدير أنه ترك لهم المجال مفتوحا في بلاده، فلا أقل من أن يعني يهتم بهم من قبيل هذا المنظور، أن بلاد الحبشة يعتنى بها من ناحية الدعوة الإسلامية. نترك قضية الغزوات، ولكن يعني لا نقرأ في التاريخ تلك العناية التي يعني كانت لتلك البلاد الأخرى ولم تكن لبلاد الحبشة، وهي الأرض التي تقبلت الصحابة رضي الله عنهم، وكان الفرار الأول والهجرة الأولى والثانية كانت إلى تلك البلاد. يكفيها شرفا يكفيها شرفا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل لها يعني وفدين عظيمين يعني وبأعداد كبيرة، خصوصا في الهجرة الثانية عدد كبير حقيقة استقبلت الحبشة أرض الحبشة. في هذا أنتقل، أشكركم الشيخ محمد عبد الله، أبقوا معنا. أنتقل لفضيلة الشيخ عبد العليم. شيخنا عبد العليم، الله تبارك وتعالى أشار في قوله سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأن لهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع حزنا، ترى أعينهم تفيض من الدمع يقولون آمنا. ذكرني بالآية الكريمة. على كل حال هذه الآية الكريمة قال المفسرون أنها نزلت في ملك الحبشة. ما هو تعليقكم في هذا وكيف ترون؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا يعني على وجه العموم تصف النصارى بما عرفوا من الحق أو بما عرفوا مما عندهم من الكتاب أنهم لين القلوب أو أقربوا مودة للذين آمنوا وهم يعني المسلمين في هذه الآية. فكان خير من يمثلها لهذه المسألة هو النجاشي رحمة الله تعالى عليه، كما رويت علينا التاريخ والسير عندما جمع القساوسة وأخبرهم ومناظرة التي جعلها كيف كانت يعني ردة الفعل النجاشي مع تردد بعض القساوسة بما فيه. الذي تكلم به الدكتور حسن حفظه الله تعالى والشيخ محلى، يعني السير ذكرت عن التاريخ في الحبشة أنهم استقبلهم قرابة 120 كما ذكر الدكتور في الهجرة الأولى، وهذا يدل على أن الإسلام دخل قبل أن يدخل المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم. إذن يعني مع مكانة المدينة في قلوبنا الآن، كذلك لا ننسى أن الإسلام دخلها قبل الإسلام دخل الحبشة قبل هذه المدينة، ومع ذلك يعني رجعوا. السير ذكرت لنا عددهم وأسماء الذين هجروا إلى الحبشة سواء كانوا نساء ورجالا، ورجوعهم جميعا كذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم التي ذكر فيها بأيهما يفرح. إذن كيف انتشر الإسلام إذا كانوا كل هؤلاء رجعوا في الحبشة؟ فلا بد أن هناك بقوا من أسلم كما ذكر دكتور حسن أنهم رجعوا معهم بعد من الأحباش، وكذلك بقوا وانتشر الإسلام
حتى وصل إلى عهد الأموي والعباسي وقبيلة البيجة أو قومية البيجة الذين يعني كانوا يسيطرون مع وجود المسلمين كما ذكر الاتفاق الدكتور. فهذه كلها الآيات عندما تذكرهم في ذلك الوقت كانوا لين القلب. أما ما موجودون الآن في الحبشة فربما مع تاريخ وتغير واتساع الإسلام وقوته، ثم الآن نحن في ضعف قليل، لكن مع ذلك ما يزال هؤلاء فيهم من إذا سمعوا يلينون ويكونون أقربا إلى المودة. وأنا سمعت إحدى النساء الكبيرات الآن في الحبشة ماتت قبل قليل، عمرت أكثر من 100 سنة، أحد النصارى تقول أنه ألحد أو ذهب إلى طائفة لم يرضوا عنها، فقالت والله لو كان مسلما كان أحب إلي. تقول هذه المرأة أمية لا تعرف تقرأ ولا تكتب، لو أسلم أحب. فهذا دليل على أنه قرب المودة للإسلام موجود، والله أعلم. على كل حال جزاكم الله خير الشيخ عبد العليم على هذا التوضيح. أردت بذكر الآية الكريمة حتى نبين أن الله سبحانه وتعالى ذكر ملك الحبشة ومن معه بالخير، وأنهم قبلوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد الرسالة لما في قلوبهم من محبة للخير، ولما في قلوبهم أيضا من العدل وبعدهم عن الاستكبار. إذن مشاهدي الأكارم، نخرج من هذا النقاش بأن الإسلام دخل مبكرا في إريتريا لا محالة، ولا يتصور أبدا أن هذه الأعداد من الصحابة الكرام يدخلون أرضا ولا يقومون بدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بل إن أعمالهم مجرد أعمالهم ومجرد أخلاقهم هي دعوة في حد ذاتها. ولا يتصور أبدا أن الشعب الإريتري لا يتأثر بدعوة وأخلاق الصحابة أبدا. وكون هذه الأخبار لم تنقل إلينا لا يدل على أن العلماء لم يكتبوا، وإنما ربما يكون ذلك تقصير من علماء الحبشة أو تقصير من علماء إريتريا في عدم تدوين ذلك تدويدا وتتبعا قاصرا. الآن سننتقل مع شيخنا الدكتور حسن في مناقشة أحوال المسلمين الآن في إريتريا. دكتور حسن، برأيك استمتعت إريتريا وتشرفت باستقبال الصحابة، وهي أول من مر بها الصحابة الكرام، فاستمعت إلى كتاب الله إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال الإسلام ولله الحمد موجود في إريتريا إلى هذه اللحظة. كيف ترى أوضاع المسلمين حاليا؟ قبل ما نأتي إلى الحالية تذكرت والإخوة يتكلمون سبحان الله كيف أن أول من احتضنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على مستواه الشخصي هي امرأة حبشية. يا سلام. وأول من احتضن أيضا دعوته هي دولة الحبشة. يعني سبحان الله، يعني في أشياء في التاريخ تحتاج فعلا إلى كيف أن العنصر الحبشي كان حاضرا منذ لحظة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون أول من تستقبله من أمه وتحضنه هي امرأة حبشية، وظلت سبحان الله مصاحبة له حتى وفاته عليه الصلاة والسلام. بركة الحبشية، بركة الحبشية، بركة رضي الله عنه. فطبعا أنا أحيانا أقول كيف أن هذه الدلالة أن تحضنه كشخص في البداية، ثم يكون حضن دعوته أيضا وأصحابه في منطقة الحبشة. فعلى كل هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه المنطقة وعلى أهلها، وأن يطلق عليها أنها أيضا أرض صدق كما أطلق على أهل اليمن أنه أهل إيمان. هذه كلها على كل لها دلالات. ثم أيضا أن يقول بأن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وارتباط تاريخ الدعوة والتعامل بالعدل. وكأنما أحيانا أقول بأن هذه المنطقة لا يصلحها إلا صفتين، صفة العدل وصفة الصدق. يا سلام. يعني إذا وجدت فيها إن شاء الله هذه ستكون إن شاء الله تعايش بين شعوبها. حقيقة بالنسبة لواقع المسلمين، وأيضا يعني بدون قطع حديثك، قد تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم ببعض لهجات الحبشة. صحيح. هل تذكر من ذلك شيئا؟ على كل كان في بعض العبارات التي إما أنه تعلمها النبي صلى الله عليه وسلم من بركة،
وإما أنه تعلمها ممن جاءوا بعد ذلك، مثل عبارة سنيته أو سنيته، سنة على صحيح كل البخاري. أيوة كان يقول سنة عليه الصلاة والسلام. فهي سنة، وهي كأنها طبعاً سنة. نعم. كأنها طبعا سنة. أيضا سبحان الله من بعض الألفاظ اللي وردت مثلا مثل لفظة مثلا دبر التي تلفظ بها النجاشي، وكثير من علماء الحديث طبعا هذه الكلمة ارتبكوا فيها، لكن بالنسبة لأهل الحبشة الكلمة واضحة. لو أعطيت دبرا من ذهب، دبر بالنسبة لنا هي الجبل، هي الجبل، لو أنه أعطي جبلا من ذهب ما ضحى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تجد الشراح طبعا لأن هذه لفظة غريبة وهي لفظة حبشية، لم يكن العرب حينها على الأقل يعرفون هذا الأمر يعني. حقيقة بالنسبة لموضوع واقع المسلمين الآن، طبعا تاريخيا كما ذكروا الإخوة يحتاج الأمر إلى توثيق وإلى تتبع وإلى حديث موسع حقيقة، لأن القول بأن هذه المنطقة مهملة تماما أو ليست موثقة تماما يحتاج إلى بعض التدقيق، وخاصة جزء كبير من هذه الوثائق الآن موجود في الجامعات الأثيوبية، وموجود في المنطقة الأثيوبية، وموجود في مناطق أيضا هرر، يعني في هنالك أضخم مكتبة الآن تكاد تكون للمسلمين في منطقة هرر، وإلى الآن يعني كان آخر شيء اعتنت بها الدولة العثمانية. ويبدو حتى لما جاء ملا الزيناوي، يعني الراحل ملا الزيناوي، وتكلم على كل المسلمون بقضية النجاشي وغيره، فطبعا بعض غير المسلمين في الحبشة يتنكروا حتى لقضية أن يكون هنالك ملكا من ملوكهم عجبا أسلم. لكن سبحان الله حصل في التسعينات تقريبا مؤتمر جامع جدا للأثيوبيين، وكان حضره عدد من الغربيين من غير الأحباش، من غير أهل أثيوبيا، ونوقش بالتحديد هل هنالك ملك من ملوك الحبشة أسلم أم لا. وخرج تقريبا المؤتمر بإجماع أن هذه مسألة موثقة ومعروفة وتاريخيا معلومة، وليس هنالك مجال أصلا لإنكارها. فالشاهد أن المسألة فعلا تحتاج إلى إخراج هذا الموروث وإخراج هذا الموضوع، ولعل من أفضل الكتب حقيقة اللي على الأقل حاولت أن تقف على بعض ما يتعلق بالإسلام في الحبشة كتاب فتح الغيث. دكتور حسن، نجد حقيقة هناك عاطفة كبيرة من الأتراك نعم. تجاه الحبشة والأحباش. نعم. ما سر ذلك؟ على كل بالنسبة للأتراك سبحان الله هم المتعلقين جدا ببلال، يحبون بلال حبا شديدا. والأمر الثاني يبدو لي أيضا هم يعرفون، عاشوا في الحبشة فترة طويلة جدا الأتراك، عاشوا في الحبشة، ومن القرن الخامس، من منتصف القرن السادس عشر عاشوا في الحبشة. وآخر قاعدة كانت تقريبا قاتلت لصالح الحبشة هي منطقة هرر. وآخر أيضا من السلاطين المسلمين الكبار اللي على الأقل بسبب ربما وقوفه مع الدولة العثمانية اللي هو إياسو، معروف كان واحد من الحكام المسلمين، حكم إثيوبيا، ولكن بعد ذلك انقلب عليه طبعا هيلي سلاس. فالأحباش يدركون المواقف التاريخية هذه للحبشة، ووقوف أهل الحبشة معهم ومقاتلتهم فالشاهد يعني لاحظ كيف أن هذه مسألة مهمة جدا. كان هنالك مثلا التاريخ الإسلامي يقول بأن مصر كانت حالة، الدولة الفارسية الصفوية كانت حالة، الدولة العثمانية كانت حالة. مسلمي الحبشة لما هجمت عليهم الدولة البرتقالية، لاحظ ما ذهبوا إلى مصر ولا ذهبوا إلى إيران، اتجهوا مباشرة للدولة العثمانية واستنجدوا بها على الأحباش. هذه طبعا الأتراك، هذه كلها قضايا على كل تاريخيا لها أثر كبير في الأتراك، وبالتالي هم يشعرون بأن الحبشة بالنسبة لهم أشبه ما يكون عنصر تحالف معهم في كل حروبهم. طيب جزاك الله دكتور حسن. نعود لحديثنا الآن. واقع المسلمين في إريتريا رغم أنه مرت عليهم ظروف كثيرة منذ عهد ولادة الإسلام، مرورا بفترات الحروب التي أنت ذكرتها، فترة حروب البيجا، ثم أيضا حروب الدولة العثمانية، وكذلك مرورا بالاستعمار الإيطالي والبريطاني، وإلى الحال ما زلنا الحمد لله نحن ولدنا على الإسلام في إريتريا، ووجدنا أن أباءنا ولله الحمد مسلمين. واقعهم اليوم كيف ترى ذلك؟ على كل الحالة بشكل عام سواء في إريتريا حتى نكون أكثر قربا للتوصيف، أو في عموم الأمة، المناطق الطرفية تتأثر بمناطق القلب في كل أمة. يعني إذا كان القلب نشط وحيوي وفاعل ومتماسك، الأطراف تتماسك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله. فهنا أمثل القلب طبعا بالمنطقة العربية الوسطى،
التي تمثل قلب الأمة تاريخيا. تمام. انهيار الحالة الإسلامية وسقوط الخلافة التي كانت تمثل الدولة المركزية في الأمة، سقوطها أدى إلى بطبيعة الحال انحسار مناطق الأطراف التي منها تقريبا منطقة الحبشة، والدولة بشكل عام طبعا يعني كما يقول العلامة ابن خلدون، يعني كلما تراجعت الدولة تراجع معها كذلك الثقافة والأديان والأمة، كلها تحصل فيها حالة من التراجع. فيبدو لي الآن على الأقل نحن في حالة، لا أقول يعني تلاشي، ولكن على الأقل هنالك ضعف. لو راجعت فقط 70 سنة لقدام كيف كان وضع المسلمين في إريتريا، والآن صحافتهم، مساجدهم، دعاتهم، رموزهم، حياتهم السياسية، بس قبل 70-80 سنة ستلاحظ الوضع فارق جدا. أيضا حركتهم العلمية كانت مختلفة جدا على مستوى المدارس، يمكن تكلمنا نحن في هذا الموضوع في مسألة التعليم. حاليا فعلا هنالك نوع من التراجع، ولكن إن شاء الله طيب. يعني مستمعي الأكارم ومشاهدي الأكارم، أبقوا معنا ونحن نناقش في برنامجكم قضايا إريتريا حول دخول الإسلام في إريتريا وأوضاع المسلمين هناك. أبقوا معنا فاصل وسنعود معكم إن شاء الله. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة. وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج قضايا إريتريا. مستمعي الأكارم، السلام عليكم، أجدد ترحيبا بكم. شيخ محمد عبد الله ذكر الشيخ حسن فيما يتعلق بأحوال المسلمين في إريتريا، وأنهم تأثروا كما تأثرت الدعوة عموما في يعني في مهبطها، مهبط الوحي، فتأثرت بذلك إريتريا أيضا. سؤالي إليكم حفظكم الله ورعاكم فيما يتعلق بشعبنا الإريتري، ولله الحمد تمسك بدينه عبر هذه العصور كلها. نريد منكم مظاهر هذا التمسك أين كان؟ بمعنى ونحن ولدنا، يعني الذين ولدوا مثلا في الستينات أو في السبعينات وجدوا مظاهر الإسلام موجودة في بناء المساجد وحلقات التحفيظ وما إلى ذلك. ما هو تعليقكم حول هذا ومداخلتكم؟ بارك الله فيكم. بطبيعة الحال الأب الإريتري يعني رغم التأثر الذي حصل للأمة الإسلامية جمعاء، إلا أن الشعب الإريتري رغم هذه الضغوطات وأساليب القمع التي وجه بها هذا الشعب
منذ العهد الإيطالي وربما قبله، إلا أن المسلمين الإريتريين لا زالوا متمسكين بدينهم بشتى الوسائل، بل أنه يذكر أنه في العهد الذي هو في عهد هايلة سلاسي وما قبله كانت تمارس عليهم أمور لم ينشرها الإعلام ولم يتطرق إليها بحال من الأحوال. رغم هذه الضغوطات ورغم هذه الصعوبات كانوا متمسكين بدينهم، كانوا يأخذونهم قسرا ويجونهم من بيوتهم، أقصد الآباء والأجداد، كانوا يخرجونهم لتنصيرهم ولإخراجهم من دينهم، إلا أنهم كانوا يتمسكون بهذا الدين في قلوبهم، وكانوا صلواتهم ليلا في آخر الليل كانوا صلوات الخمس. هذا مظهر من مظاهر تمسك هذا الشيء بدينه. بعد ذلك لما خرجنا من بوتقة الاستعمار الصوت كأنه ينقطع. يعني في حقبة يعني منجستو يبدو أن الصوت تحسن الوضع قليلا. غير واضح. شيخ محمد عبد الله لو تنتظر ثواني فقط. شيخ محمد عبد الله عندك مشكلة في النت؟ طيب واصل الآن لعله يكون تحسن. نعم، أقول رغم يعني هذه الضغوطات والصعوبات إلا أنه ظل الشعب الإريتري متمسكا بدينه، يبني مساجده ويبني يعني تحافيظ القرآن، ويعني تجد تمسكه في بيته وتمسكه في خروجه خارج البيت، وتجد المرأة المسلمة متمسكة بعفافها ودينها وحشمتها، وتجد الرجل المسلم متمسك بمظهره الإسلامي في شتى نواحي الحياة، تجد لهم أثر وبصمة. نحن نقول نعم يوجد قصور، ولكن إذا نظرنا لتلك الصعوبات التي واجهها هذا الشعب وهذه الضغوطات وهذا التجهيز المتعمد لهذا الشعب، إلا أنه كان متمسكا بدينه على ما يعني يعرف ويعلم. هذه الأمور كلها أنتجت أن الإريتريين من جيل إلى جيل يتطورون ويتحسنون ويتعلمون حتى وصلوا في هذا العصر الآن الذي نحن فيه يوجد مظهر يعني تمسك بهذا الدين أفضل مما كان عليه من قبل، مما دل على أن الشعب الإريتري يعني يتمسك بهذا الدين وجدانيا وعاطفيا، وأيضا يرغب في أن يتعلم هذا الدين وأن يكون هو يعني هو المظهر المسيطر على الحالة العامة في إريتريا. ولا زال هذا الأمر مستمرا إلى الآن. نسأل الله لنا ولهم الثبات والتوفيق. الحمد لله. إذا نقول أن من مظاهر تمسك الشعب الإريتري بدينه هو اهتمامه بالمساجد وبنائها، واهتمامه أيضا بتشييد المدارس والمعاهد والخلاوي، وكذلك أيضا اهتمامه أيضا بالتمسك بالحجاب والعفاف. جميل جدا، جزاكم الله خير شيخ محمد عبد الله. ننتقل لضيفنا الشيخ عبد العليم. الشيخ عبد العليم، أشار فضيلة الشيخ محمد عبد الله إلى ما يتعلق أن كانت هناك ضغوطات على المسلمين الإريتريين لتنصيرهم. هل برأيكم تنصر أحد من المسلمين تأثرا بهذه الضغوطات؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، وهل يوجد ممن تنصر مثلا من الإريتريين لا قدر الله بسبب التبشير التنصيري؟ وهل للتبشير التنصيري دور في ذلك في إريتريا؟ ما قولكم حول هذا؟ جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا كتنصر كان أشده على الإريتريين، وبالأخص في المدارس التي كانت تنشأ من السلطة الملكية والسلطة الدينية، كلاهما مشتركان، وكذلك السلطة الغربية أو الاستعمارية كلها كانت تصب في تنصير المسلمين عن طريق المدارس. ولم تكن تنشأ هذه المدارس سواء كانت الحكومية أو الخصوصية إلا على مؤسسات تنصيرية. أنا أتحفظ عن كلمة تبشير يعني، ولكن يعني ممكن عن تجاوزا فبشرهم بعذاب أليم، على أساس هذا الكلام كانوا يبشرون إلى النار، ولكن كانوا ينصرونهم على كل حال. يعني يحاولون. هناك في عدد قليل جدا 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 لا يذكر من تنصر، ولكن لم يكن لهم أثر ولم يكن لهم كذلك
الدعوة إلى دينهم، فهلكوا من غير أن يكون لهم أثر يذكر حتى الآن هذه اللحظة ولله الحمد. وهذا جميل. التنصير جميل جدا. جميل. الحمد لله. أي وهذا التنصير إلى عصر هيلة سلاسي أو عصر الاستعمار الإثيوبي كان على أشده، حتى يعني من لحق في مدارس التحق من المدارس الابتدائية، وكان من ضمن ما موجود هو ما يسمى مزمور أو ما يسمى الأناشيد الدينية، كان إجبارا على المسلمين أن يتغنوا بها، والعطلات وغيرها كلها كانت توافق عطلات النصرانية. بالإضافة إلى ذلك كانت مؤسسات التنصير تأتي من الغرب وتعطي في المدارس مثل الحليب، وبعد المساعدات أدوات المدرسية مع تغليفها بالنصرانية. كل هذا مورس في الشعب الإريتري، ولكن الحمد لله أباءنا جزاهم الله خير عنا خير الجزاء، ما دخل أحد من الأطفال المسلمين إلى المدارس التعليمية إلا وهو يجد القراءة باللغة العربية أو الحروف العربية يقرأها ويتعلمها القرآن، وجزء من الأحاديث البسيطة على حسب المذاهب المنتشرة، بحيث يقرأ ما يعرف ما يقوم به عبادة ربه. يعني فهذا الذي كان. يا سلام. بالإضافة إلى الخلاصة. بالإضافة تفضل أضف. نعم. بالإضافة إلى ذلك، إذا رأينا أي قرية فيها مسلمين يعني يكونوا فيها 2 أو 3، لتجد لهم عندهم مسجد ولو كان بالحجارة، لم يكن بناء حجارة واحدة بس، طوبة واحدة، فتجد يعني 2 أو 3 لهم مسجد على الأرض بس، لكن محاطة بالحجر فقط، يعني طبقة واحدة، ومن ثم يعرفها كل الناس أن هناك في مسجد يصلى به، ويؤذنون في القرية بالرغم منهم 3 لا يتجاوزون عن 3. جميل. جزاكم الله خير شيخ عبد العليم. ابقى معنا دكتور حسن. استمعنا إلى مداخلتكم وإلى مداخلة المشايخ حول أن الشعب الإريتري يتمتع ولله الحمد بعاطفة دينية، ومحب لدينه ومتمسك بشعائر دينه قدر المستطاع. طيب، والواقع الآن تكلمتم عن الواقع بأن هناك قصور بطبيعة الحال كما هو موجود في حال الأمة الإسلامية. ولكن الآن يأتي، إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، الآية الكريمة. وأيضا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لماذا إلى هذه اللحظة، خلينا نقول منذ العهد الإيطالي ثم البريطاني والعهد الاستعمار الأثيوبي ومرورا الآن بالاستقلال، لم يتمتع حتى اليوم الشعب الإريتري بالأمن والاستقرار والراحة، بالرغم أن الله تعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أين هذه البركات؟ لماذا حرم الشعب الإريتري؟ أنا أتكلم من منظور شرعي. حرم الشعب الإريتري الاستخلاف في إريتريا بمفهومه، أو الاستخلاف الجزئي، بل حتى حرم الشعب الإريتري مع الأسف الأمن، أدنى درجات الأمن، حتى حرم العيش في ظل الديمقراطية العادلة. ما سبب ذلك من منظور شرعي برأيكم شيخ حسن؟ طيب، بس إضافة بسيطة لما ذكره الإخوة في موضوع التنصير. تمام. لأنه مسألة يعني شوية مهمة. عندنا المذهبين الكاثوليكي والبروتستانتي له ارتباط بالتنصير. يعني الكاثوليك دخلت تقريبا مع الإيطاليين، وبالتالي يا ريت تسحب عمل الإيطاليون على نشر المذهب الكاثوليكي في مساحات معينة. تمام. وعمل كذلك المدارس التنصيرية السويدية عملت على نشر كذلك المذهب البروتستانتي، وخاصة في مناطق المنخفضات عندنا ربما أكثر من تضرر من التنصير
وحصلت فيه بعض القبائل على الأقل انقسمت إلى أكثر من مجموعة، يعني كانت قبائل مسلمة وحصل فيها بعد ذلك نوع من الانقسام. يعني الآن تجد مثلا الجد الثالث فلان مثلا ابن فلان ابن محمد مثلا هو الاسم الأول، والثاني نصراني، والثالث تجده مثلا مسلم. عجيب. فحصلت حالة على كل بالذات في المنخفضات، في بعض قبائل المنخفضات حصل تأثير، حصل تنصير، ولا زال هذا التنصير تقريبا موجود في بعض القبائل، لأنه خلاص تأسست له مدارس وارتبط بالتعليم، وله طبعا تعرف تنشأت معها أيضا مصالح خارجية في هذا الجانب. ولكن أعتقد أنه قليل دكتور حسن. هو على كل، أنا قصدي يعني ما يمكن أن يذكر الآن بالنسبة للكاثوليك والبروتستانت في هذه الفترة. في هذه الفترة ربما أنا في رأيي في المرتفعات الإريترية كانت المسألة بسيطة من حيث الأثر، لكن عندنا كان فيها كان فيها في المنخفضات بالذات من المنخفضات الوسطى كان فيها تقريبا. طيب الآن هل لهم دور؟ موجودة على كل. لا زال التنصير، لا زال على الأقل المدارس التنصيرية ذات البروتستانتية لا زالت مستمرة. وهل هناك من يتنصر من المسلمين؟ لا الآن طبعا مسألة التنصر، لأنه كان زمان طبعا فيها الضخ المالي وفيها يعني كان فيها على كل استثمار من الفقر، لكن حاليا عموما الذي أعرفه بالتقارير يكاد يكون الناس يدخلون إلى الإسلام ولا يخرجون منهم، بالذات في الفترة الأخيرة. يعني من خلال تتبع الاستقراء شيخ حسن لا نجد حقيقة أحد يتنصر، في حين في المقابل نجد كثير من النصارى يسلمون ولله الحمد. نعم بس أنا قصدي هنا لأنه هي الآن هذه على كل حقيقة تاريخية موجودة، أنه عندك بعض فمن باب أنه نحن ننبه عليها موجود، وأن أيضا نعم. حقيقة بالنسبة لموضوع أنا طبعا في قضية أنه التمكين، الاستخلاف، حالة المسلمين، سبحان الله لا تكاد تجد هذه الأوصاف ترتبط بالمسلمين بقدر ما ترتبط بالمؤمنين في كل القرآن. يعني النصر يكون للمؤمنين، الاستخلاف يكون للمؤمنين، تنزل البركات يكون للمؤمنين، لكن المسلمين ما لأنه هي الحد الأدنى. المسلمين هو الحد الأدنى من هذه واحدة. يعني كأنما من يستحقون النصر والتمكين والاستخلاف يجب أن يرتقوا إلى مستوى إيمان عالي. لاحظت؟ أما الحد الأدنى من القبول بالإسلام يصلح أن قد تنجو عند الله في الآخرة لكن لا تمكن في الأرض. وهنا تأتي قضية التفريق ما بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. الفرقة الناجية تقوم بالحد الأدنى مما ينجيها عند الله، الطائفة المنصورة تقوم بما يؤدي إلى نجاحها في الدنيا، تمكينها في الدنيا، انتصارها في الدنيا، عيشها برسالتها في الدنيا، ثم ترتقي كذلك في الآخرة في الدرجات وليس دخول جنة فقط. هذه مسألة مهمة جدا. ويبدو الآن كثير من مناطق المسلمين هي تعيش حالة الحد الأدنى مما يمكن أن نسميه الحد الأدنى في الأديان. حد الأدنى في الأديان. يعني أنا قصدي يعني إذا كان الصحابة قد تساءلوا في غزوة أحد وقالوا كيف نهزم ونحن على الحق؟ نعم. كيف نحن أيضا كمسلمين إريتريين نقول ما استمتعنا بالحرية، مدارسنا الإسلامية لم تتمكن من التعليم، نحارب من قبل الجهاد بسجن علمائنا، بإغلاق مدارسنا، حتى حلقات التحفيظ، الخلاوي، بعض بناتنا وأبنائنا يسجن بهم في السجون. لماذا هذا الضغط؟ لماذا؟ يعني أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم قلتم أن هذا، نحن نقول أيضا أن هذا. هي صحيح. عموما الالتفات إلى النفس، الالتفات إلى ضعفها، الالتفات إلى قصورها، هذا المنهج القرآني. تمام. يعني القرآن يعلمنا ابتداء في كل حالة تحصل على المسلم أن لا يجعل شماعة على عدوه. يعني ليس صحيحا. نحن نريد أن نصل إلى هذه النقطة. ليس صحيحا، لأن القرآن أرسل لنا قاعدة قل هو من عند أنفسكم. أول قضية. بعد ذاك أنت والله أدركت التفاصيل ما أدرك، ده شأن آخر. لكن علينا أن ندرك بأن ما نحن فيه من تخلف وتمزق ونزاع واختلاف وسطوة الكافرين وتسلطهم علينا ما هو إلا بما كسبت أيدينا. هذه القاعدة الكلية. يبقى بعد ذاك يمكن لدارسي علم الاجتماع البشري إيش الأسباب التي أدت. مثلا ستجد أنه واحدة من الإشكالات الكبرى في الأمم، أي أمة ذات رسالة واحدة متمزقة لا تنتصر حتى ولو شهدت أن لا إله إلا الله. إذا يجب علينا أن نجتمع. أيوة، مثلا قضية الاجتماع. جميل. وحدة الأمة، الإيثار فيما بينها، ترك الذنوب والمعاصي التي تؤدي إلى الانتكاسات، خصوصا للشرك بالله. ذكرنا ربما في لقاءات سابقة ذكرنا إنه والله الذنوب وآثارها. نعم. كيف أن صحيح. العقوبات الإلهية صحيح. تتنزل على الناس. صحيح. أيضا والعياذ بالله قضية العنصرية والقبلية التي أحيانا سبحان الله
تكون فوق علاقة الدين. الله سبحانه وتعالى يذكر إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا، مش كده؟ إيه؟ الذين آمنوا الذين إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا. ثم قال في نهاية الآية قال فإن حزب الله هم الغالبون. صحيح. كيف أن الولاء لأهل الإيمان صحيح والانتماء إليهم ارتبط مباشرة بالغلبة والنصر. في نفس الوقت في آية الأنفال يقول الله سبحانه وتعالى الذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إيش طبيعة الفتنة؟ تسلط الكفار على المسلمين. ولذلك ستجد سبحان الله معظم قضايا الانتصار والتمكين والاستخلاف له علاقة بالولاء. إذن علينا أن نراجع أنفسنا ونراجع كتاب ربنا وسنة نبينا ونرى نحن في أي مستوى. هل نحن من حيث المعتقد نعتقد كما اعتقد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كذلك نحن فيما يتعلق بالعبادات، صلواتنا، حجنا، صيامنا، نساءنا، القيام بواجبنا، أماناتنا، احترامنا لآبائنا وأمهاتنا، الحقوق التي علينا، الحقوق التي لله عز وجل، هل نحن قمنا بها؟ نحن نحتاج في الحقيقة أن نراجع أنفسنا حتى يمن الله علينا بالنصر ويمن الله تبارك وتعالى علينا بالتمكين والاستخلاف. طيب، أتوجه لضيفي الكرام. الشيخ محمد عبد الله، في دقيقة واحدة ما هي نصيحتكم وتوجيهكم حول ما قاله الدكتور حسن، وما هي رسالتكم للشعب الإريتري حتى يتمتع بالأمن والاستقرار ويرفع عنه الظلم ويرفع عنه هذا البلاء؟ في دقيقة واحدة. نحن عندنا محوران. المحور الأول أننا لأمر الله جل وعلا، فنحن نحتاج أن نركز على الأمر، نركز على أن نطيع الله جل وعلا كما أمر، وأن نكون كما يحب الله جل وعلا ويرضى. هذا المحور الأول. المحور الثاني على النطاق الخاص، بعض الإخوة الفضلاء الذين تمسكوا بالدين والذين عملوا بما يستطيعون بإرضاء الله جل وعلا، فهؤلاء أنا أقول أنهم في حالة تمحيص. الله جل وعلا يقول وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فهؤلاء لا زالوا في حالة تمحيص. لا بد من الصبر ولا بد من المجالدة ولا بد من المجاهدة والثبات حتى يبلغوا ما يريدون من نشر الإسلام ومن تغيير الخارطة التي نراها الآن على الشكل الغير مرضي، حتى تكون بالشكل الذي يريد الله جل وعلا ويحبه ويرضاه، حتى يمكن لنا سبحانه وتعالى في هذه الأرض الصغيرة، حتى نكون سفراء للإسلام والمسلمين لجميع أنحاء العالم، كما كنا من قبل نستقبل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. الآن إن شاء الله بعد أن تثبت الأمور نبعث من بلادنا من يبشر بهذا الدين وينشره في جميع أنحاء العالم ويحاول أن يغير ما تغير. أسأل الله جل جلاله وتبارك أسماه أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. جميل، جزاكم الله خير شيخ محمد. الشيخ عبد العليم، في دقيقة واحدة ما تعليقكم على ما ذكره الشيخ حسن سلمان في أن حقيقة كلمة أعجبتني من الشيخ حسن، يقول أن من أسباب النصر أن الله سبحانه وتعالى يرفع عنك ظلم العدو إذا كنت على الاستقامة. أريد تعليقكم حول هذا حقيقة. كما أخبر جل تعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا يؤدي إلى الاستقامة الناس، وكذلك الله تعالى سماها خيرا. عندما تكون خيرا لا يصيبك شيئا، إنما ترتفع منها إلا ابتلاء من الله جل جلاله. وكذلك عندنا إشكالية، نحن نتكون من عدة قوميات كما أخبر جل تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذن نحن عدم تفرقنا واجتماعنا بغض النظر عن خلفياتنا الدينية أو اللغوية أو القومية، وكما أخبر جل تعالى هذه الخلفيات إنما هي فقط للتعارف. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كل هذه الأمور تعطينا حتى لا يصيبنا من الذل والهوان أن نجتمع وأن
يرفع عنا البلاء الذل والهوان هذا، أن نجتمع ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وكذلك أن نتعلم اللغة العربية التي هي تجمعنا كمسلمين جميعا الآن، تجمعنا هذه اللغة وهي مفتاحنا لفهم الإسلام، وكذلك لرفعتنا بعد أن نفهم مراد الله تعالى ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبهذا يعني نكون ارتفعنا من الذل والهوان. وكما أخبر دكتور حسن جزاه الله خير، كما أخبر جل الله تعالى في ذلك بالآية: ما أصابكم فبما كسبت إيش؟ وما أصابكم مصيبة بما كسبت أيديكم. نعم، مما كسبت أيديكم. إذا نحن في مجتمعنا علينا أن ننظف ونرتفع من هذه الأمور، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. دكتور حسن، في الدقائق الأخيرة، ما هو دور علماء رابطة علماء إريتريا حول نشر التعليم وحول نشر الإسلام وتعاليمه في إريتريا؟ عموما في تاريخ الأديان أن الله سبحانه وتعالى أخذ على أهل الكتاب أو على أهل العلم من أهل الكتاب ألا يكتمونه، وهذا ميثاق بين الله وبين عباده: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فالمهمة الأساسية الآن لرابطة علماء إريتريا هي بيان الأحكام وبيان دين الله سبحانه وتعالى والقيام بالقسط والشهادة على الناس، ومن باب الشهادة على الناس أيضا أن تكون قائمة بالقسط في إطار اختلاف المكونات. ليست مهمة الآن رابطة علماء إريتريا مثلا في إطار العمل السياسي مثلا أنها والله تنظر إلى بعض بني جلدتها من المسلمين يخطئون فتسكت، أن هذا من القضايا التي تخرج بك عن دائرة القسط وتدخلك في دائرة الظلم. مهمتنا أن نكون قائمين بالعدل على الناس كلها، ومبينين للحق للناس جميعا، ومن الذين يسعون جاهدين إلى إيجاد على الأقل القدرة في المكونات الإريترية المختلفة على التعايش في هذا البلد. وهذه طبعا مسألة مهمة جدا، يعني لأنه في تقديري لا يمكن للدعوة الإسلامية أن تنتشر في ظل حالات الاحتقان والتوتر في أي مجتمع. فإذا واحدة من المهام الأساسية بالنسبة لنا لا بد من بسط خطاب وطني على الأقل يجمع كل الأطياف على الحد الأدنى من التعايش، من السلام، من التسامح الذي يسمح للناس بعد ذلك في أن يسمعك وتسمع. جميل. أما التوتر لا يمكن أن يؤدي بنا إلى سماع الناس إلى دعوتنا، وهذه طبعا قضية حقيقة كبيرة وخطيرة جدا، أن الصراع السياسي أحيانا وحدته وصعوبته يؤدي إلى حرمان الناس من سماع الدعوة. ولكن شيخ حسن، الدعاة والمشايخ إذا دعوا إلى الله تبارك وتعالى نجد أنهم يسجنون ويقتلون ويؤذون، فكيف يكون الوضع؟ على كل هذا ثمن الدعوة إلى الله، هذا ثمن الدعوة إلى الله. لقد كان في من كان قبلكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل فيشق من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه ويمشط بأمشاط من الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يرده ذلك عن دينه شيء. فنحن حقيقة لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أذى كثير، يعني سنسمع الأذى وسيكون هنالك، لكن نحن مهمتنا أن نصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. مجرد ما أديت تواصي بالحق يأتيك الأذى. يعني يجب على العلماء أن يصبروا في تبليغ هذا الدين مهما أوذوا، مهما حصل لهم ما حصل، والعاقبة لهم. يعني في نهاية المطاف العاقبة لهم إذا كان أدوا إن شاء الله ما عليهم. أوشكنا على نهاية الحلقة. مستمعي الأكارم، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي استمتعنا بها بحضور المشايخ الكرام: الشيخ محمد عبد الله من الرياض عبر الهاتف، والشيخ عبد العليم أيضا من الرياض عبر الهاتف، وهنا في الاستديو بحضور الدكتور حسن سلمان الباحث في القرن الأفريقي. وأجدد ترحيبا بكم إخواني، وأستودعكم الله تبارك وتعالى. هذا أخوكم برهان يحييكم، وطاقم الاستوديو أيضا هنا يحيونكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتجدد اللقاء بكم أنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدا،
إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب، من أجل عينيك الحزينتين، من أجل عينيك الجميلتين، يأتي زحفنا، يأتي زحفنا من أقدس الدروب، من أقدس الدروب. يا وردة يعشقها يعشقها أحبتي، يا عليك يا جنة عشت بها عشت بها طفولتي. يا وردة يعشقها يعشقها أحبتي، يا جنة عشت بها عشت بها طفولتي. يا جنة عشت بها عشت بها طفولتي. يا عليك يا أنت يا ضحية الحروب يا أنت. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب، من أجل عينيك الحزينتين، من أجل عينيك الجميلتين، يأتي زحفنا، يأتي زحفنا من أقدس الدروب، من أقدس الدروب. إريتريا. راديو سلام، سلام ووئام.